3 حاجات اوعى تعملهم هنا في المانيا، اوعى تعملهم هنا في المانيا. الحاجه الاولانيه، اوعى تزعق او تتعصب. اللي بيتعصب هنا وبيعلي صوته بيفقد كل شيء، حتى لو كان معاك الحق، حتى لو كان معاك دليل، حتى لو كان معاك اي شيء، برضه هتفقد حقك. مفيش حد هنا بيقف مع حد بيتعصب او بيعلي صوته. الحاجه الثانيه، اوعى تاخد اي تاكيدات تليفونيه، يعني حد مثلا اتصل بيك شركه نقل او مؤسسه حتى قالت لك اوكي ماشي مثلا انت عندك ميعاد او هنبعت لك حاجه او كده، كل الكلام ده اتفتش. لازم قول لهم انا عايز بعد اذنكم تاكيد يوصلني، سواء بالايميل سواء عن طريق البوست، اي حاجه، لانهم بيقولوا حاجات كتيره جدا ومفيش حاجه بتتنفذ، ولما ترجع تكلمهم يقولوا لك احنا ما قلناش حاجه. الحاجه الثالثه، اوعى تعيش هنا في المانيا يوم واحد 24 ساعه من غير ما تعمل حاجه اسمها تامين محاماه. انا هكتب لكم هنا اسمه بالالماني، ده شيء مهم جدا محدش يعرف المصيبه جايه منين. تابعوني على القناه بتاعتي، انا هعمل سلسله من العنصريه، من فيديوهات العنصريه هنا في المانيا، عن تجارب شخصيه حصلت لي، تجارب انا سمعتها، حاجات حتى انا شفتها قدام عينيا ومعرفتش طبعا اساعد مثلا بسبب طبيعه شغلي او بسبب اي حاجه تانية، ان انا ماليش قدره ان انا اساعد الناس دي. لكن انا بحاول دلوقتي ان انا اساعدهم، ان انا بزود الوعي بتاع الناس ايه بيحصل هنا في المانيا. يا ريت تتابعوني. باي باي.